مالك باصص يا لي كده؟ جماله يا حلوياته، يا ساتر يا رب. يا حركاته يا زحاليقه. ايه زحليقه دي؟ بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. ازيكم يا حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. كده كنت تاني مرة عملت معاكم سمك السهلية قبل كده، بس عجبني بصراحة، قلت اعمله معاكم مرة تانية اللي ما شافهوش. عايزة اوريكم بس اهم حاجة البطارخ، فيها شوية بطارخ اعظم قوي قوي، رغم انها سمكة صغيرة بس فيها كمية بطارخ حلوة جدا، بسم الله ما شاء الله. عايزة اوريها لكم بس بعد ما نضفتها، اللحم بتاعها احمر وجميل ازاي، تحفة تحفة تحفة. وتقعدي تاكلي فيها من هنا للصبح مش هتشبعي. جمال جمال ما بعده جمال. تعالوا بقى نخش على الفيديو بسرعة نشوف عملناها ازاي. في البداية بعد ما جبت كمية بس انا جبت كيلو واحد، غسلته كويس جدا وسبته يصفى كده بتاع 5 6 ساعات تحتيه مصفى كده. بعديها قمت اشتغل فيها، يعني جبت 4 معالق ملح الناعم العادي اللي احنا بنستعمله، انا ما لقيتش ملح خشن. بعد ما صفيته كويس جدا حطيت ملح وحطيت حبة كركم وحبة شطة صغيرين، قلبتهم كويس مع بعض. بتيجي عندي بولة كده اللي هي البلاستيك اللي بتترمي بعد كده. قلت احط فيها معلقة ملح والخلطة اللي انا حطيتها، واهم حاجة انا انشف السمك بمنديل كده، ان كل واحدة والتانية تنشفيها زي ما انا بعملها كده بالظبط، عشان السمكة لو فيها نقطة مية هتعفن مننا. قلت ارصهم كده شوية شوية تحت كده، وبعد كده احط عليهم، يعني انا ما فتحتش المصارين بتاعتها وحشيتها، ولا حشيت حتى من بقها، لا، لان هي السمكه صغيره بتستوي على طول. فنشف السمكيه واعمل رصه واحط عليها معلقه او معلقتين من الخلطه اللي انا عاملاها بالملح دي. عملت الكميه كلها زي ما حضراتكم شايفين كده، تمام. خلصنا بقى الكميه كلها، حطيت بقيه الملح اللي فضل، يعني حطيت معلقتين 3، المهم غطيتها بالملح. وبعد كده هبتدي اقفلها كويس جدا، مش عايزه فيها منفس هوا خالص عشان السمكه ما تعفنش معاكم. حبيت اوريكم بس شويه الدم اللي نزلت منها كده، السمكيه ناشفه زي الفل. اغطيها كويس جدا واقفلها كويس جدا بالاسترتش. بس بعد ما قفلتها وغطيتها وحطيتها في اكياس، نسيت حاجه هوريها لكم دلوقتي وانا شغاله معاكم دلوقتي. الحاجه اللي انت تحطيها على السمك السهليه او الفسيخ او السردين، اي حاجه انت بتخليها من الاسماك دي، هتحطي فيها ورقتين 3 لورا من فوق. بس انا نسيت احطها بعد ما قفلت، شوفوا انا بقفلها ازاي. بعد ما قفلت التقفيله الجامده دي نسيت خالص احط ورقتين اللورا دول. بس بعد ما قفلتها وتمام التمام تمام، افتكرت ورق اللورا رغم اني كنت حاطاه جنبي، بس كنت ناسيه مش واخده بالي منه. فبعد ما قفلتها خالص رحت رجعت فتحت عليها تاني، ودخلت كده من الجوانب زي ما هتشوفوا ورقتين 3 لورا. وورق اللورا ده لما بتحطيه مش هتشم ريحه الفسيخ اللي بيبقى وحشه في الاول، ولا ريحه ان انت مخليه حاجه، ولا في ريحه خالص عندي في المطبخ. انا حطيتها في المطبخ، بصوا دلوقتي هفتحها وزي ما انتم شايفين، بحط ورقتين 3 لورا دول. بصراحه لو ما حطيتش ورقتين اللورا دول هتشمي ريحه بصراحه ان انت مخليه حاجه. فورق اللورا ده بيمنع ريحه الزفاره ولا ريحه الفسيخ اللي بيبقى في الاول خالص الناس بتقرف منه دون، ولا اي حاجه. بصراحه تحفه جدا. بعد كده قفلت التقفيله كمان عشان مفيش هوا يخش فيها، وقفلتها بالشنط تمام تمام. سبتها بقى في المطبخ والله، بس في الدرج من تحت يعني. سبتها بصراحه 10 ايام لان احنا في الشتاء، لكن لو في الصيف اسبوع هتاكلي منه. كان السمكية صغيرة. حابة اوريك الطراوة بتاعتها جميلة ازاي. هفتح معاكم واحدة واتنين كده اوريك جمالها من جوه، حمار كده تحس ان انت بتاكلي فسيخ، لان هو ده نوع من انواع الفسيخ بس صغير. شايفين بقى البطارخ فيه ازاي، يعني اكتر الكمية فيها كمية بطارخ حلوة قوي، والبطروخ كده مرمل وجميل ما شاء الله، يعني كأنك بتاكلي فسيخ. لو الفسيخ غالي، يعني الفسيخ دلوقتي ب 250، اللي هو السمك البوري، لكن ده الكيلو منه ب 100 جنيه. كميه حلوه جدا، كلنا منها بقى وبس ما شاء الله. يعني انا بصورها لكم، يعني بسجل معاكم دلوقتي بعد ما خلاص انتهى بقى كميه الفسيخ دي. شايفين الحمار والحلاوه، وتيجي تخليها كده بتخليها بسهوله جدا، بدل ما تقعدي تاكلي الجلد ولا بتاع والحاجات دي. اخليها. بس انا بصراحه خليت شويه اللي انا اكلت منهم، والباقي كده فتحته ونضفته وسبته في بوله كده في علبه متغطيه، وقت ما عاوز اكل ما حد من حبايبي يجي ياكلوا معانا، تبقى السمكه ايه متنضفه زي الفل. هي حته بصله خضراء وشويه عيش سخن واديها بقى حاجه كده تحفه تحفه تحفه. حبيت اوريكي معايا بس كام سمكيه كده، اوريكي ان اكتر الكميه فيها بطاريخ، والبطاريخ بتاعتها حلوه قوي. شايفين جميلة جميلة جميلة، بسم الله ما شاء الله. شايفين بقى، يعني هي فيها حتة مصرون صغير كده بتشيليها، وبعد كده بتخليها بكل سهولة. هتشيلي سلسلة الظهر وخلاص كده، كلي بقى ألف هنا وشفا.
وبعديها احبسي كوباية شاي اخر عظمة. شايفين الجمال؟ عملت الكمية دي كلها يعني وانا بنضفها كده، ما خدتش معايا 7 دقايق 8 دقايق في التنظيف يعني. بعد كده قلت بقى اشيل القشرة كده من فوق الكمية كلها عشان يبقى سهل عليا. شلت القشرة كلها من كل السمك. ابتديت افتحها واشيل وانضف اشيل وانضف. يا لهوي على البطرخ وجماله، عسل عسل عسل. انا عملت معاكم السمك السهلية قبل كده، بس قلت افكركم بيه، يعني حاجة كده اخر جمال. يا رب الفيديو بتاعنا يكون عجبكم، ولو عجبكم الفيديو تدعمونا بلايك شير سبسكرايب للقناة. اشوفكم في فيديو جديد ان شاء الله، مع الف سلامة. نورتوني.